هو قاعد في فندق كبير قوي اسمه فورس هورس. المهم انه قريب من المطار. لا مش قاعد لحاله، معاه واحدة. واحدة مين؟ تشتغل في المركب عندنا؟ ها ديلوك أنا فهمت. اسمع يا بدير، عايزك تحط عينك وسط راسك. الحكاية دي مسؤوليتك أنت. أنا دماغي مقلوبة وبالي مشغول. أيوة يا بدير، فاطمة تعبانة شوية. أيوة الحالة صعبة ومحتاجاني جنبيها. اديني الأستاذ فرحات. أيوة هقول له على لازم يحصل. عايزك تنفذ اللي هيقوله بالحرف، فاهم؟ ألو، ازيك يا أستاذ فرحات؟ بخير يا سيادة النايب. أيوة طبعا، ما تقلقش ما تقلقش، الناس بتاعتي هتتصرف. لا 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 لا، بدير بيه ورجالته خليهم بعيد دلوقتي لأنهم معروفين بالنسبة له. أيوة أنا عاوزك تطمن خالص، إحنا كل اللي يهمنا سلامة شفيق بيه. هنسيبه ياكل في العسل كده يومين لحد ما يشبع منه وبعد كده نتصرف. أنا هرتب كل حاجة مع بدير بيه، ما تقلقش، عايزك تطمن. أهو مع جنابك. ايوه يا عمي، طبعا تحت عيني. لا ما تخافش، انا مفنجلها زين قوي. سلام عليكم، مع السلامة يا عمي، في حفظ الله، سلام. يا مرارك الطافح، هو ينام في العسل الابيض وانا ما اعرفش انعس هبابي. معلش يا بدير بيه، شاب صغير وفلوس كتير، طبيعي انه يتصرف كده. لو كان قال لي إنه عايز يريح راسه ويتجلع كام يوم كنت وافقت. ما هو برضه شاب ومن حقه، لكن يخفى كده ويقفل تليفونه ويعيشنا في القلق ده. ما هو ما يقدرش يقول لك على حاجه زي كده يا عمي. شفيق ما قدرش يرفع عينه فيه. يقول لك ايه؟ انه بيقضي الاجازه مع واحده. حسابه معايا كبير. بالعجل بالعجل يا عمي. احنا نحمد ربنا الوقت ان اطمنا عليه وبيجي تحت عينينا. وانا من رايي لما يرجع بالسلامه نقعد معاه ونفهمه غلطه وبالهداوه. شفيق لسه صغير. ايوه دكتور فخري، لقيت حجز الحمد لله. انا في انتظارك. ايوه هتنزل المطار تلاقي عربيه في انتظارك. لا فاطمه الحمد لله حالتها هاديه، امها واخواتها قاعدين معاها. ايوه واخدين بالهم منها زين. الله 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 الله، ايه يا واد عمي؟ ايه اللي رجعك تاني؟ خدت 4 أيام حبس على ذمة التحقيق. وانت ما اتعرضتش على النيابة ليه؟ هروح بكره. السول حسن بيقول لي ان انت معاك محامي جامد قوي ومتوصي عليك من فوق انك تتعامل احسن معاملة. احسن معامله ايه بس يا اخي؟ خليها على الله، ما انا زيك اهو. مين فيكم مناول شحاته والسعد الشرب طالعه؟ ايوه انت خد يا سيدي كل ورم عظمه، اذا عوزت حاجه انده عليا، انت متوصي عليك مظبوط. توصي عليا انا؟ ايوه. ربنا يبارك فيك. اللهم صل على النبي. وتقول لي زيك، انت بتغزي العين عنك ولا ايه؟ ليه بس يا اخي؟ والله ما اعرف مين اللي بعده. ما الحكاية باين، انت معاك حد من الواصلين وكلمته مسموعة جوه الاسم. طب يلا بسم الله. يلا يلا رجاله، قوم يا ابو مها، قوم يلا بسم الله. مفيش غير حل واحد علشان ما ندخلش في مرحلة الخطر. قول يا دكتور، انا مستعد لاي حل بس تطلع من اللي هي فيه. الست فاطمة لازم تتنقل مصحة في مصر. مصحة؟ مصحة كيف يعني؟ مصحة أمراض نفسية. بتقول ايه يا دكتور؟ عايزني اودي بنتي مستشفى المجانين؟ يا سيادة النائب أنت راجل متحضر، وبعدين المصحة دي بتضمن
ان الست هاني موجوده تحت رعايه مكثفه. اطمن، هي مش هتقعد هناك اكتر من اسبوع اسبوعين بالكتير. ايوه يا دكتور فخري، لكن ارجوك بلاش الافكار القديمه دي اللي بتقول ان العلاج النفسي ده عيب وما يصحش. دي احسن طريقه لانقاذها. وبعد كده اطمن، انت ممكن تطمن عليها بنفسك. علاج نفسي؟ البنت دي حظها مخربط طول عمرها، مع انها احن واطيب اخواتها والله. انا من واجب اقول لك ان ده الوقت المناسب لانقاذها، لان بعد كده ما نضمنش المرض ممكن يودينا لحد فين. وهو فين دلوقتي؟ في المخزن القديم تحت. وضبطوه؟ متشفي ومستوي على الاخر. افرم عليك يا دحروج. كفايه يا باشا، كفايه يا باشا، انا ما عملتش حاجه. ابوس ايدك امرني باي حاجه يا باشا وانا انفذها. انا خدامك، لو قلت لي ارمي نفسك في الماء انا هرمي، بس طلعني من هنا. مش انا اللي هامرك يا زباله. اللورد بنفسه جاي يتكلم مع كلب زيك. عارف اللورد مين؟ مين؟ شوقي باشا زهران. جاي يضيع وقته الثمين مع كلب زيك. شوقي باشا زهران؟ ايوه شوقي باشا. عملتك السودة قلقت منام اللورد وعكرت مزاجه. يا كلب يا وسخ. كفايه يا دحروج. اوامرك. والله يا باشا ما اعرف انه تبع سعادتك يا باشا. انا لو كنت اعرف كنت سبت عمل مع البت ما بداله يا باشا. ولا مش فضيلك وياك تلف وتدور علي. طلعت تتهجم على البت ولا ده مرسوم ومتوضب؟ ملعوب ملعوب يا باشا، ولا اللي نفذته. البت دي جبتها منين؟ لا دي بنت خالتي فعلا يا باشا، وبنت غلبانه بتجري راتامه يا باشا. قبضت كام في العمليه دي؟ 3 بواكي وقسمتهم مع سيده. 3 بواكي يا ناقص. العمليه دي عملتها لحساب مين؟ ها؟ انت؟ مصباح. مصباح يا باشا. مين المصباح دي؟ انا ما اعرفوش يا باشا، كل اللي اعرفه انه شغال في محل في البياصه يا باشا، وكان بيجي يقعد عندنا على القهوه في الماكس، وناس صحابي عرفوني بيه يا باشا. ايه اللي بين مصباح وطلعت؟ ما اعرفش يا باشا، هو عمل فيه مغرز عشان الناس تشوف ان هو ديني وعينه زايغه، وسمعته تروح يا باشا وسط الناس. البت الصايعه دي فين دلوقتي؟ مأمن عليها يا باشا في غيط العنب، ومستنياني اعدي عليها بكره نروح النيابه. هتطلع دلوقتي مع الرجاله تجيبوها وهتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. لو عملت كده هقول لك على طريقه اطلعك بيها من الورطه دي. اي غلطه كلام ملوش غازه الدبان الازرق هيعرف لك شو طريق. جيب العواقب سليمه يا رب. طلع ولدي كيفك يا ولدي؟ جابك يما. كيف ما جيش يا ولدي؟ ان شاء الله ربك هيزن الحق. شد حيلك شد حيلك يا طلع. خسيسه يا ناقصه. لولا القيود اللي في يدك كنت ذبحتك ذبح. خلاص يا ساكت يا جدع انت. اوعي تفتكر اني هسيبك، هحبسوني 5 سنين هطلع واجيبك. اعمل معروف. اقعد ساكت. صباح الخير طبعا. صباح الخير. سيدة أمين مدبولي منور شحاتة والسعد. شد رجاية حيلك عبد الله الجنايني. شد حيلك يا ولدي. رجاية عبد الله الجنايني. يا سعادة البيه كل الكلام اللي عندك كذب في كذب. أنا راجل بخاف ربنا وبراعيه في كل خطوة، اسأل عليا في السوق، أجيب ناس يشهدوا علي. اصبر يا طلعت. أنا بس بفهم سعادة الباشا يا بيه. اتهمني بأي تهمة يا بيه إلا دي، ما مدش يدي على مرة واصل. أمال الكدمات اللي عندها دي جت منين؟ أنا ما عارفش يا بيه، اسألها، بس خليها تحلف على قرآن ربنا الأول. هي قايلة في أقوالها إنك أنت تهجمت عليها ولولا أصول ابن خالتها كنت ممكن تنجح في اغتصابها.
اغتصاب مين يا بيه؟ اصبر يا طلعت خليني اتكلم. بيقول لك اغتصاب. اسكت طيب. ارجو من سعادتك تستجوب المجني عليها عشان كلامها هيثبت براءة موكلي. قولي لي انت ليه بتتهم المدعو مجاوري شحاته، واشرحي لي اللي حصل منه بالظبط. انا ما بتهموش يا سعاده الباشا، بس طلعت ما مدش ايده عليا. انت بتقولي ايه؟ اسكت شويه، ده كلام تاني خالص. امال ايه سبب اتهامك للمدعو مجاوري شحاته؟ يا باشا انا ما اتهمتهوش، كل الحكايه ان انا كنت دايخه شويه وعماله بعيط، وممكن يكونوا هم اللي فهموني غلط او كتبوا كلام انا ما قلتهوش اصلا. امال ايه اللي حصل بالظبط؟ كل اللي حصل يا سعاده الباشا ان مجاهد ابن خالتي انا كنت واخده منه فلوس وجاي طالبني بيها، ولما قلت له ان انا ما معيش قعد يضربني ويتخانق معايا لحد ما جسي طلعت وحجزنا عن بعض. مجاهد ده حاول يعتدي عليك او يغتصبك؟ لا يا سعاده الباشا، ده ابن خالتي وبيخاف عليا. ده كلام تاني غير موجود بالمحضر خالص. اظن سعادتك اتاكدت من براءة موكلي. ارجو الافراج عنه فورا من سرايا النيابه. طبعا اكتب يدك. يتم الافراج عن مجاوري شحاته ابو سعد من سرايا النيابه بلا اي ضمان، ويعاد استدعاء المدعو مجاهد عبد الله لمواجهته باقوال سيده امين. يعني انا امشي يا بيه؟ خلص اجراءاتك، مع السلامه يا سيدي. ابوس رجلك يا باشا، ابوس رجلك. احنا خدامينك انا والبنت يا باشا، وكل اللي سعادتك امرت بيه يتنفذ. ومن السعاده يا باشا انا صابع عند اصغر راجل من رجالتك يا باشا، بس يا باشا اديهم امر يا باشا انهم يخرجوني من هنا يا باشا. لو طلعت دلوقتي هيقبضوا عليك، النيابه طلباك وهيحبسوك، هتفضل مرمي هنا لحد الحكايه ما تتنسي، وبعدها هطلعك وياك تقابل الواد اللي اتفق معاك على المصيبه دي. اللي تشوفه سعادتك. لو حصل وقابلته اياك تجيب سيرته معاه ولا مع الحكومه او جنس مكلوب. انا عملت كده خدمه ليك عشان سمعت الكلام. ما اقدرش اخالف اوامر سعادتك يا باشا. وكلوه زين. تمام يا لورد. عملت ايه؟ اتأكدت ان هو واد بيشتغل عند رزيق في المحل بتاعه. رزيق؟ حكاية عطا القديمة كان وراها رزيق برضه. رزيق بيتعامل مع عطا من زمان، وفي بينهم جنب الشغل صحوبية وخصوصيات. باين وراه حكاية كبيرة رزيق ده. تعملش حاجة يا دحروج لحد ما اقول لك هنتصرفوا كيف. أمرك يا لورد. يعني انت ناوي تهمل الحكايه دي وما تعرفش حصلت ليه وانتهت كيف وايه غرض البت دي؟ اعملها كيف بس ياما؟ انا مش هستنى لحد ما يدبروا لي ملعوب تاني يضيع حياتي. انا بس كل الحكايه مستني الراجل اللي عمل فيها المعروف ده وقف جنبي. ولو اني ما فهماش الراجل ده تبقى له عشان يعمل معاك كل ده، انما يشكر على كل حاجه. هيحددني بعد العيشه واعرف منه كل حاجه. طب يا ولدي ارتاح ساعتين ثلاثه لحد ما اعمل لك لقمه انت هفتان. لا يما انا مش جعان، جالي افطار تقيل وعشاء تقيل الحمد لله. هعمل مشوار واجي. هتطلع دلوقتي بعد اللي حصل لك ده كله؟ يا ولدي انت مش قادر تصلب طولك. معلش يا معلش، مشوار ضروري. الله يبارك فيكي. هعمل واجي انام براحتي. يلا. طب يا ولدي بالسلامه. شامة افتحي الباب انا في المطبخ. ازيك يا شامة؟ سي طلعت الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عم رزق
رزيق موجود؟ عمك رزق في المحل، اتفضل انت مش غريب. الله يكرمك. ما اقدرش ادخل وانتوا قاعدين لحالكم. كنت جاي اقول كلمتين لشامة. لو عايزة تسمعهم هستنى 5 دقايق تحت، ولو مش عايزة تسمعهم همشي بعد ال5 دقايق، والباب ده مش هخبط عليه تاني. سلام عليكم. لا بنتي ما تطلعش من مطرحها وتترمي وسط المخابيل. اصرف عليها ان شاء الله 1,000,000 جنيه، بس علاجها يكون تحت عينينا. انا مستعد اصرف مالي كله، لكن الدكتور قال ان ده احسن حل. فيها ايه المصحة دي؟ ما نقدروش نجيبوه، دكاترة، أدوية، ما كان بالكهرباء، نجيبه هنا وما نبهدلوش البيت. كل الحديد ده قلته للدكتور، لكنه مصمم على رايه وحملني نتيجه التاخير. يعني ايه؟ يعني بنتك حالتها خطيره، حالتها خطيره، والمصحه دي مفتخره وغاليه قوي، ما بيدخلهاش غير ولاد كبارات البلد، وبنتك هتقعد في مطرح لحالها، ما هيشوفهاش غير الدكاتره اللي بيعالجوها. عيني عليك وعلى اللي صابك يا بنتي. فاهمين يا ام فاطمه، انا كمان مش مرتاح للحكايه دي، لكن ما اقدرش اقول لا، وبعدين ارجع اندم بعد كده. ها؟ كيفك يا بدير؟ ايه احوالك؟ خير يا بدير؟ استاذ فرحات وصل لواحد جوه الفندق هيحط عينه على شفيق ويطمنا اول باول، لكن هو هيقول حاجه غريبه. هيقول يعني قول يا بدير. حاضر حاضر، ما انا بتحدث اهو. هيقول ان شفيق اتجوز البت دي، قصدي كاتب عليه. ايوه كاتب عليها زي الناس ما بتعمل. متاكد. وماله نتاكد تاني. وانا ذنبي ايه بس يا عمي؟ حاضر حاضر يا عمي، ماشي حاضر. طب احنا دلوقتي نتصرفوا كيف؟ نفضل نروح رسول لغايه ما شهر العسل بتاعه يخلص، ولا جنابك لك راي تاني؟ عسل ايه وهبه بزرق على دماغك؟ ده فين الاستاذ فرحات؟ ما فهمش حاجه من حديثك الماسخ ده. كيفك يا استاذ؟ ها؟ اخبار اكيده؟ ايوه طبعا. خلي عينيكوا عليه لحد ما يجيلكوا. سلام. خير يا جعفر، ايه اللي عصبك كده؟ بعدين اقول لك. المهم دلوقتي جهزي خلقات فاطمه وكل اللي تحتاجه في شنطه، ها؟ وخليكي معاها لحد ميعاد السفر. يا شام، معناته ايه ان انا قاعد وياك دلوقتي؟ لا اله الا الله، ما نجيوش ضدي حاجه يا بنت الناس. يعلم ربنا ان انا ما كدبت عليك في كلمه من اللي قلتها. يظهر كلامي مش داخل دماغك يا شامة. اذا ما كنتش مصدقاني اعمل اللي يلد عليك. ازاي تطمن لواحده ما تعرفهاش وتضمنها وتسكنها جنبك؟ يا شامة انا في السوق طول اليوم بتعامل مع ناس ما اعرفهمش. لكن دي صعبت عليك وقلبك حنلها. ها؟ حنلها اكيد، بس يا بنت انا معايا اجمل واحلى بيت في اسكندريه بحالها. البت دي عملت عملتها وخلت عليا وخلاص. وانا اضمن منين ان ده ما يحصلش تاني؟ اوعدك يا شامة مش هيحصل تاني. انا خلاص عرفت ان في ناس مترصدالي وعايزه تاذيني. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي. انا عايزك تفتكري حاجه واحده بس. النهارده الخميس يا شامة. ازاي الواد اللي اسمه مجاهد مش عاوز يرد عليك في التليفون؟ ايه؟ مش عايز بيت حسابه ولا ايه؟ ما انا برضك مستغرب يا عمنا. اخر مكالمه معاه امبارح كان مأكد عليا انه هيكلمني بعد ما يطلع من النيابه هو والبت اللي معاه، ويبشرني بالاخبار ونتحاسبه. غريبه. يكونش التحقيق اتاخر؟ مش عارف، بس انا مفيش حل قدامي غير اني استنى شويه وارن عليه يمكن يرد. طب ما تطلع انت كده على النيابه تشمشم كده وتشوف ايه الاخبار. ما بلاش يا عمنا، خلينا بعيد احسن. روح انت بس وخليك محرص، اصله التاخير بتاعهم ده قلقني شويه. حمام يا عمنا. غريبه. انا اجوع. عاوز ايه ولا ايه؟ اجيلك دلوقتي؟
احنا في عز النهار وليه انت اتهبلت ولا ايه؟ اتجننتي؟ بتقول ايه؟ امتى الموضوع ده حصل؟ الليله اللي انت عاملها دي مش تستنى لما تفهم ايه اللي حصل. انا مش عايز تفهم حاجه يا نجوى، لان انا هنا مش طرطور في البيت. النسوان هي اللي تمشي كلامها عليا. ايه اللي حصل؟ الراجل مقدم الشبكه والميعاد متفقين عليه، واللي حصل ده ورطه اتورط فيها والنيابه عرفت انه بريء منها. مش ورطه يا نجوى، مش ورطه يا بنت الناس، انا فاهمك كويس قوي. انت عايزه ترمي بنتك لاي حد في الشارع. طلعت مش اي حد في الشارع يا مرزيق، وهو حكى لي الحكايه كلها. وانت صدقتي كلامه؟ وما صدقوش ليه؟ طلعت عمره ما كذب عليا. هو ايه اللي حصل يا بنت الناس؟ هو عامل لك عمل ولا ساحر لك؟ انا مش فاهم حاجه. انا مش عارفه انت محموق كده ليه بعد ما كنت موافق ومرحب بيه. عشان الواد ده ملطوف. كل الناس في السوق بيتكلموا عليه. وبعدين انت يا شامه انت تهميني ومستقبلك يخصني انا. وانا مستقبلي وراحتي معاه، واظن انا مش صغيره، وانت عارف كويس قوي ان انا صوتي من دماغي محدش بيعرف ياثر عليا. كده خلاص يا شامه، عم رزيق كلامه ما عادش يهمك. خلاص ما عادش يخصك. انا ما قلتش كده، بس انت اللي متعصب على الاخر، مع انك لو سمعتني بشويش هتعرف ليه اتفقنا على كده. مش عايز اسمع حد. خلاص يا شامه مش عايز اسمع، انا استكفيت. بعدين انت حره، انت وامك اعملوا ما بدالكم. انا خلاص ما عدتش اهمكم. انا رايح المحل. الاسم هند حسين سليمان، واسم الشهرة هنادي. السن 25، عنوانها اللي في العقد 12 شارع السكة الحديد عابدين القاهرة. وريني الملف ده لو سمحت. اتفضل يا جمال. شكرا. ده فيه كل صور أوراقها. أنا مش عارف إزاي سابت الشغل فجأة كده ومشيت من غير ما تبلغنا أو حتى تتصل تعتذر. أنا كلمت وكيل الفنانين اللي جابها وأخدت ضدها إجراء ممكن أمنعها من العمل في أي مكان سياحي تاني. وكيل الفنانين ده يعرفها زين؟ طبعا يا فندم يعرف كل حاجة عنها. اكتب لي نمرته لو سمحت. تحت أمرك. حبنا نتهنى بالخطوبة ونقول من قلبنا يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا ويا دبلة الخطوبة عقبالنا حبنا نتهنى بالخطوبة ونقول من قلبنا طلعت عريس اسكندريه منور الليله وكل ليله. واقروا الفاتحه لابو العباس اسكندريه يا اجدع ناس يا اجدع ناس. اقروا الفاتحه لابو العباس اسكندريه يا اجدع ناس يا اجدع ناس. ما تقروا الفاتحه لابو العباس اسكندريه يا اجدع ناس يا اجدع ناس. اقروا الفاتحه لابو العباس اسكندريه يا اجدع ناس. انا منها تاخد بالك وتشيلها جوه حباب عينيك. صدقني دمك ده عيالك وقلبها كان راضي عليك. انا منها تاخد بالك وتشيلها جوه حباب عينيك وقلبها كان راضي عليك. الفرحه ترقص على بابك الليله ليله انا وسرور وكوبايات في ثواني. ايوه سعادتك، معلش اصل في دوشه وما سمعتش التليفون.
انتوا ايه حكايتكم؟ طلعت كمان رنيت عليه كذا مره وما ردش علي. بقول ايه؟ خطوبته الليله؟ طوالي كده؟ طيب قول له مبروك لحد ما اشوفه. قوم رص كنبك يا طلعت، قوم رص كنبك، قوم واحلق دقنك يا طلعت وساوي شنبك. الليلة ليلتك يا طلعت، الليلة ليلتك، ما خلاص يا منيل يا منيل صرفت كل اللي حيلتك. والله كنت غنيت بدل العرة اللي جا النهارده. أما الله يحزك يا ولدي، الله يحزك بعد التعب ده كله ولساك صاحي يا طلعت. ما جاينيش نوم ياما، قلبي بيفرفط من الفرحة. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا ولدي. بس هداك شاي يا طلعت، هو الشاي ده اللي ما مخليكش عارف تنام. كوباية واحدة أشربها وأقعد مع نفسي كده في الرواقة وأدخل أنام طوالي. كيفك يا ولدي، هخش أنا أنام، أصل أنا خلاص ما بقيتش قادرة أسلب طولي. مبروك يا ولدي. تصبح على خير. أنت من أهل الله يبارك فيك يا أم. دقنك يا طلعت وساوي الشعب. مبروك يا طلعت. شوقي باشا يد الهنا. سعادتك طلعت لهنا كيف؟ كيف ايه؟ ما عاوزنيش ازورك ولا ايه؟ لا العفو يا سعادة الباشا، ده يوم المنى. انا بس يعني بقول ان المطرح مش قد المقام. احنا ولاد 9 طلعت، وما تنساش ان انا وانت بلديات من بلد واحده. وفي الحقيقة الحكاية دي شغلت بالي كتير، قلت اجي ابارك لك واتكلم معك. انا تحت امرك. غير خلقاتك وانا مستنيك تحت في العربية، ما تتأخرش. ازاي؟ دقيقة واحدة وراك. كتير باجي المكان ده لما بكون تعبان وراسي مشغولة وعايز ارتبها وافكر زين. لما بشوف البحر واسمع صوته عقلي بيروق ويصفى. والله يا سعادة البيه انا مش عارف اشكرك كيف على اللي انت عملته معاي. دي حاجة بسيطة، المهم تكون انت تعلمت منها كتير. تعلمت كتير يا باشا. سيادة المستشار عبد الله كان قال لي ان سعادتك عرفت مين الواد والبنت دول ومين اللي وراهم. انا عرفت كل حاجة، الحكاية دي عايزك تنساها. انساها كيف يا باشا؟ لان مفيش حد بعد النهارده هيقدر يمسك. يعني ايه؟ قصدي سعادتك انا لازم اعرف مين دول. ولو عرفتهم هتعمل ايه معاهم؟ هاخد حقي، هتيجي شرهم. عفارم عليك. اخطر حاجه ان البني ادم يبقى له عدو مستخبي ويلقى نفسه بيتضرب منه وهو مش عارف الضربه جايه منين. بس الاخطر من كده انه يكون عاش عمره كله وهو ما يعرفش من اساسه انه اتضرب ضربه غيرت مجرى حياته وخلته يعيش حياه ما يستاهلهاش. ما تستغربش، هتفهم كلامي زين قوي يا مغاوري. مغاوري شحات ابو السعد، شحات ابو السعد. اسمي لما تسمعه ما تنساهوش واصل، حتى لو كان فات أكتر من 30 سنة على آخر مرة سمعته فيها. ايوه يعني سعادتك كنت تعرف ابوي؟ تفتكر يا طلعت أبوك مات كده؟ امال الله يرحمه، خد المرض مننا وهو في عز شبابه. أنا برضه قلت كده،
مش معقول واحد في شهامتك ورجولتك اللي ما تقلش عن شهامة ورجولة أجدع صعيدي عاش وسط ناسه وأهله وفي بلده يكون عارف الحقيقة وساكت السنين الطويلة دي كلها. حقيقة ايه؟ مش المرض اللي قتل أبوك مات مقتول. بتقول ايه؟ مات مقتول على يد جعفر العضباوي اللي اتجوزت امك بعد كده. بتقول ايه انت؟ ابويا مات قدام عينيا. قال له بتقول ده حصل كيف؟ حكاية طويلة ما يعرفهاش غير ثلاثة، أنا وجعفر وواحد كان صاحب جعفر الروح بالروح الله يرحمه عاد اسمه سليم مكي. وقتها كان من ضمن أعمال جعفر نقل الفاكهة وتوزيعها. أبوك الله يرحمه كان شغال على عربية نقل ملك جعفر، كان بيعامله معاملة زينة قوي غير باقي السواقين. لما سألته أنت بتفرق ليه في المعاملة بينهم؟ قال لي أصل شحاتة راجل أمين وجدع. بعدها بأسبوعين ثلاثة عرفت سر المعاملة الحلوة اللي كان جعفر بيعملها لأبوك. كنا معديين بالعربية صبتكم، ست والدتك كانت واقفة انت لسه عيل صغير بتلعب جنبها. وقف العربية ونزل منها يديك فلوس، لكن والدتك رفضت وبشدة. رجع ركب جنبي وفضل يبص لها وفي عينيه نظرة غريبة قوي. غريبة كيف؟ عرفتها بعدين في قعدة صفا بينه وبين جعفر. اعترف لي انه بيحب ست والدتك ومش قادر يطولها لانها ست شريفة وبتحب جوزها. حاولت كتير اخرج الفكرة دي من دماغه لكن ما قدرتش. كانت مسيطرة عليه ومتمكنة منه. بسم الله الرحمن الرحيم. خير اللهم اجعله خير. يا طلع طلع. كان عندنا بيت انا وجعفر في اول الطريق بحر البلد. كنا دايما بعد ما نخلص الشغل نروح ونقعد فيه نشرب لنا حجرين ونروق دماغنا قبل ما كل واحد يروح على بيته. في اليوم ده كان عندي شغل في الأقصر وكان المفروض انها بيت هناك. قدرت اخلص الشغل بدري، قلت روحي ارجع البلد وبالمرة اعدي على البيت لو لقيت جعفر اشرب معاه حجرين واحكي له على اللي عملته في الأقصر. لما وصلت لقيت ابوك الله يرحمه طالع من البيت، سلم علي وقال لي حماتك ما بتحبكش، لو كانت بتحبك كنت جيت بدري، جعفر كان ذبح لنا خروف. وسلم علي وركب عربيته ومشي.
وأنا داخل البيت كان الباب موارب. سمعت سليم بيقول مفعول ما هيبتديش قبل 3-4 ساعات، لكن راح البيت وقعد مع مرته وولده. دخلت لمحت سليم بيلم اطباق فيها بقايا اكل. حسيت ان جعفر مش طبيعي، سألته مالك؟ قال لي اي كلام وقعد جنبي مسهم. تاني يوم الصبح عديت على جعفر في الشغل كيف ما اتعودت. قال لي ان ابوك مات ولازم نروح نعمل الواجب. واحنا في الطريق عدى على الدكتور اسماعيل حكيم الصحة، كان صاحب الروح بالروح، وهو اللي كتب شهادة الوفاة لابوك وتصريح الدفن. وشفته هو بيديله ظرف ملان فلوس. ساعتها اتأكدت ان جعفر عمل عملته، لكن ما كنتش اقدر اتكلم، ما كانش في يدي دليل، وفي نفس الوقت كان صاحبي وبحب الروح بالروح قبل ما يبقى اكبر عدو لي. أمي كيف اتجوزت وبعد كده؟ امك مالهاش ذنب وما غلطتش. بعد موت ابوك الله يرحمه فضل جعفر مراعيها وبيعاملها معامله زينه قوي، لكن ظروفها اتلخبطت، وساعتها جعفر عرض عليها الجواز ووافقت. دخل بيها على مرته إجلال، كانت من عيلة كبيرة قوي، كانت ست قوية. وعشت انت ووالدتك مع جعفر ومرته وبناته 3 سنين، وخلفت منه أخ ليك. في يوم من الأيام سافر جعفر رحلة طويلة للشام، رجع لقي والدتك خدتك وطفشت. أنا ما عرفتش أياميها إيه السبب، وهو ما قاليش، لكن فضل يلف عليكم مصر كلها لحد ما تعب وبطل يدور. أمني دلوقتي، أحب على قدك أمني دلوقتي، مش قادر أسمعك. وأنا مش هقول لك ولا كلمة، بس تعالى أوصلك زي ما خدتك عشان أطمن عليك. لزين لزين يعني انت متصل بيا وجايبني الساعة 3 صباحا عشان تقول لي الكلمتين دول؟ يا جدع بنقول لك اني رحت له بنفسي وقلت له يا لورد الحكايه طولت، كفايه كده. سعادتك قلت لي يومين وهنجيب قرار الواد اللي اسمه طلعت ده، وتعرف ايه الحكايه اللي حصلت لي في جبل نعسه؟ قال لي انسى الواد اللي اسمه طلعت ده خالص، شيله من دماغك. قال لي ايه؟ الواد ده اتعمل عليه ملعوب بعد ما نيمني المده دي كلها وسابني استحمل لسعته ليا على قفايا، جاي يقول لي الكلام ده. جرى ايه؟ فيها يا دحروج ما تفهمني، هو الواد ده لحس له دماغه ولا كان بعقله حلاوه ولا ايه؟ لم نفسك يا عاطا وما تنساش انك بتتكلم على اللورد. اللورد رابطني بسلسله حديد في رقبتي، مكتفني، مخليني مش عارف اخد حق من الواد اللي اسمه طلعت ده. اللورد خلاص جاب قرار كل حاجه، والواد دلوقتي يعتبر راجل من رجالته، يعني شيله من دماغك.
اللورد عارف المصلحة فين. حتى انت دحروج صاحبي اللي قسمنا اللقمة سوا، شفنا اهوال مع بعض تهد جبال، بتقول لي الكلام ده؟ وبعدين تعالى فهمني هنا، من امتى اللورد بيهتم بواد زي ده؟ والواد ده اساسا ازاي خرج من المغرز اللي كان معمول فيه من يومين زي الشعره من العجينه؟ كفايه يا عطا كفايه. من امتى واحنا بنسال اللورد بيتصرف كده ليه؟ وما تنساش انك واحد من ضمن 100 راجل شغالين تحت ايديه. بعدين انا ما عنديش تعليمات اتكلم مع حد في الموضوع ده، ونصيحه من صاحب لصاحبه، الواد خلاص خطب البت اللي كانت مشقلبه كيانك، يعني ما بقتش ليك. شيلها من دماغك يا صاحبي لا تضيع. بقى أنا اللي خدمته السنين دي كلها يعمل معايا كده؟ يدوس على كرامتي واحساساتي قدام الخلق، يخليني صرصار صغير ما سواش اي حاجه؟ ده حتى مش هين عليه يفهمني هو بيعمل كده ليه؟ ما تتحرق يا اخي البت دي قصاد الراجل اللي معيشك في خير سنين طويله. فوق لنفسك يا عطا، فوق، وافتكر اول درس ان تعليمات اللورد وتصرفاته مش لازم نفكر فيها ولا نحاول نفسرها، ناخدها كده زي ما هي، والا نكون بنحكمه على روحنا بالاعدام. انا همشي، وعشان خاطر العيش والملح اللي بينا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمه من اللي انت قلته. سلام. ايه ده؟ شد بودرة يا عطا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا. امال ايه ده؟ انت عايش هنا لوحدك ومحدش بيجيلك هنا خالص. لا ما هاني عطا، ماني ما كنتش عارف نعمل ايه يا ضحوك. دماغي كانت هتشت مني من ساعة ما جالي الخبر وصوت المزيكا والفرح في وداني. منظر البت وحد غيري بيلبسها الشبكة كان هيخلي دماغي تشت يا جدع. طب ده انا حتى كنت عاوز تخلص على روحك وتدوق الهباب اللي احنا بنبيعه وانت عارف انه سم وبلا ازرق. اول واخر مرة يا عطا، فاهمني؟ اول واخر مرة. نامي بقى يا شمع وبطلي رغي، الفجر هيدق. مش عايزه انام، عايزه افضل صاحيه لحد الصبح. انت تعبانه يا حبيبتي وجسمك مهدود، وانا كمان عاوزه ارتاح. والنبي خليكي معايا شويه، اعمل لك شاي. شاي؟ احنا ناقصين سهر. انت عارفه انا مش عايزه انام ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ خايفه على الفرحه الكبيره اللي انا حاسه بيها دي لا تروح مني. عايزه افضل عايشه في الاحساس ده لاطول وقت. ياه يما، اول مره افرح بالشكل ده من بعد ما ابويا ما مات. اخيرا حاسه ان الدنيا ممكن تضحك لي وممكن تعوض صبري خير. شفتي ياما الناس ازاي كانت مبسوطه بطلعت وهو بيلبسني الشبكه. ربنا يسعدكم يا حبيبتي. انت يا نجوى يا برنسيسة، هتفضلي ترغي طول الليل كده مش هتنامي؟ انت جيت يا رزاق؟ لا، اللي قدامك ده لسه ما جاش. ما انا ساعة حيطة قدامك. ايوه جيت وغربت وكلت وانت ولا هنا. ده انا عماله اشغل وقتي مع شمال لحد ما ترجع. اتاخرت كده ليه؟ انت مش قلت لي ساعة زمن بعد الشبكة وراجع؟ كنت لازم اروح لاخويا مرزوق الكبير، اخويا الحنين اللي بيحبني. الراجل كان مزقطط من الفرحة، ذبح خروفين عشان الهانم، وانا كمان هموت من الفرحة. وتصبح على خير يا ولية. الله، ايه ده؟ استنى هنا، مالك يا راجل النهارده؟ هو في ايه؟ حلو يا ابوي، اتغدر بيك واتخطفت من غير ما حد يحس. كل السنين دي عدت وانت مش مرتاح في تربتك، كانك ما فتش اثر في الدنيا ومالكش ابن. ما كنتش بحلم اللي سمعته ده ما حصلش وما جبلت الشوق ده من اساسه، ولا يكونش كذب عليا وحكى لي حكايه ملفجه وما حصلتش عشان غلط جوه نفسه. ايوه انا عارفه منين عشان اصدقه، لكن لا هو هيكتب ليه
يا ابوي. اهلا يا ابو شادي، كيفك؟ مرحبا شوقي، شو كنت نايم؟ لا يا راشد، نايم ايه؟ ده انا منتظر تليفونك ده ادي لي اسبوعين. عندي إلك خبر يجنن، بس لازم نتقابل الليلة عندي. قصدك يعني؟ طلبك جاهز ولازم نخلصه في خلال يومين ثلاثة. طيب هشوف مكان على اول طياره وهكون عندك الليله. مع السلامه. صباح الخير يا جناوي. ايه لسه نايم ولا ايه؟ طيب عايزك تجيني دلوقتي. عارف ان النهارده الجمعه، نص ساعه اكون عندي. مع السلامه. لا ده حكايته حكايه، هو كل يوم والتاني يشغلنا ويقلقنا عليه كده. جيب العواقب سليمه يا رب، جيب العواقب سليمه يا رب. تعرفش يا ولدي يكون راح فين بس؟ هيروح فين بس من نص الليل لحد دلوقتي، وكمان سايب المحمول في الاوضه. ليه كده بس يا طلعت؟ طيب يا ولدي انا هروح ادور عليه على البحر. يلا. وانا وياه. استنى يا عم بشير، بحر ايه بس؟ احنا نكلم شامه او نروح لها، هي اكيد عارفه هو غطسان فين. يكسوفي نروحوا للناس نقلقوهم دلوك. يلا. اداني فلوس هدومي يا ولدي. ما يجراش حاجه يا حاج، يلا بينا. يلا بينا. خلي بالك يلا. تفتح عينيك زين قوي طول ما انا مسافر. حبيبي الضيف. يومين ثلاثة بالكثير، وتحط واحد من الرجالة يراقب طلعت وتصرفاته ويبلغها لك أول بأول كيف ما قلت لك. انت مهتم قوي يعني اليومين دول الموضوع اللي اسمه طلعت ده، ما تفهمني ايه الحكايه؟ لما ارجع هتعرف كل حاجة، أنت الوحيد اللي لازم تعرف. المهم طلعت ما يخطيش خطوة واحدة برا اسكندرية، مفهوم؟ مفهوم. يلا حبيبي قوم، بقينا الظهر. صباح الخير يا قمر. صباح الفل يا حبيبي. يلا قوم خد الدش بتاعك والفطار جاي حالا. عمالين الساعة واحدة بس، ساعة واحدة. انت مش موصين ان انت عندك ميعاد مهم الساعة 1؟ يلا قوم بلاش كسل. يا ده انا نسيت. ده انا مدي ميعاد للصنايعية في الشقة عشان هيجيبوا لي شوية عفش نفرشهم النهارده. طب خدني معاك اشوفها. احنا اتفقنا على ايه؟ هتشوفيها بعد ما تتفرش كلها، بس انا اعمل لك فيها مفاجآت، بس على الله ذوقي يعجب. اكيد يا حبيبي، اي حاجة بتختارها وبتعملها بتعجبك. قولي بقى هتخلص امتى؟ يومين بالكتير ونروح ننقلوا على هناك، بعديها تجيبي اهلك يعيشوا معانا. الشقة كبيرة وتسعنا كلنا. طيب فكرت في اللي قلت لك عليه؟ فكرت، ما لقيتش قدامي غير حل واحد، نرجع البلد. طيب وهتقول لهم كنت فين الفترة دي؟ أي حاجة. هقول لهم كنت مخنوق ورحت لحالي عند واحد صاحبي في المنيا، هم عارفين. بس جايز يكونوا سألوا عليك عنده. ما أنا كلمته وفهمته يقول لي لو اتصلوا بيه، بس لحد دلوقتي محدش اتصل بيه. أنا خابر أنت بتفكري في إيه، ما تخافيش. بعد ما أرجع البلد مش هفوت أسبوع إلا وتلاقيني قدامك، لحد ما ألاقي الوقت المناسب وفتح أبويا في موضوع. بس لازم الأول يعدي شهرين 3 عشان ينسوا إن أنت اللي كنت شغالة عندنا في المركب. المهم إن اليومين دول مش عايزك تفكري غير في حاجة واحدة بس، إنك تنبسطي تنبسطي وبس.
اطمن خالص. هي دلوقتي هتنام 10 ساعات على الاقل، النوم مريح جدا. الادويه اللي خدتها هتساعدها على كده. ان شاء الله من النهارده المتخصصين هيبداوا الجلسات معاها. الجلسات دي يا دكتور هتطول؟ لا، ده موضوع طويل قوي ومعقد جدا. المهم ان انا متفائل انها ان شاء الله مش هتفضل هنا كتير. اهم حاجه عندنا انها تبعد عن عالمها القديم ولو الفتره قصيره. ربنا يوفقك. ده انا فضلت سهرانه طول الليل امبارح وما رضيتش اتصل بيه. قلت اكيد نايم بعد تعب اليومين اللي فاتوا. كان نفسي يكون اتحدث معاك على المحمول وقال لك هو رايح فين. ما تقلقيش قوي كده يا مطلعت، هو مش صغير والغايب حجته معاه. قلبي وكلني عليه قوي. ده أول مرة تحصل، واللي جرى الأيام اللي فاتت يوغوش. خالتي حمدية عندها حق، أنا كمان مش مطمنة. أنا بفكر أنزل أدور عليه. لا، ملهوش لزوم يا شامة يا بنتي. عبد السلام صاحبه نزل يدور عليه في كل حتة بيروح لها. يا جماعة ما جايز يكون روح دلوقتي وانتوا بتدوروا عليه. من خشمك لباب السما. اطلبي يا بنت على المحمول، اطلبي، ولو كان رجع هيرد عليك. ما بيردش. هو مين ده اللي ما بيردش؟ مش تقول سلام عليكم في الأول؟ لا مؤاخذة يعني إذا كنا قطعنا عليكم كلامكم. أهلا 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 بنسايبنا وحبايبنا، أهلا. مش تقوموا يا ولاد شقلهم بطيخة ولا حاجة؟ لا بطيخ إيه؟ دي حصة غدا. ولية زي ما كنتيش عاملة لقمة ولا حاجة نبعتوا نجيبوا لقمة سمك كده من أبو قير أول مات. لا كتر خيرك يا سيروزيك، دايما عامل ومفتوح بحسك. لا يا حاج احنا بنتكلموا جد، مش عزومة مراكبية. معلش مش وقته، خليها وقت تاني. بالإذن يا جماعة احنا هنروحوا نستنوه في السطح، وعلى الله على الله عبد السلام يكون عاتر فيه. عاتر في مين يعني من غير تطفل يعني؟ في طلعت. أصله خرج الساعة 2 بعد نص الليل وما رجعش لحد دلوقتي، وهم قلقانين عليه قوي. أيوه، من 2 بالليل لحد دلوقتي؟ لا لا لا، أنا كده قلبي واكلني عليه. الله، طب ما يمكن يا جماعة يكون بيفرح مع أصحابه بالخطوبة. أصل بينه وبينكم بقى الواحد لما يبقى نفسه في حاجة وعاوز يعملها ويعملها ممكن ما يجيلوش نوم بال3 4 أيام. ما تقلقوش ما تقلقوش، نجيبوا أكلة كابوريا. هي ما بتطلعش يا عم بره الفندق ده ابدا، لكن لو طلعت بيكون شفيقي معاها. هو بيطلع لوحده كام ساعه في اليوم يلف على المحلات يشتري فرش للشقه اللي مأجرها. ناوي ينقل في الشقه مع عروسته ولا ايه؟ اكيد يا عمي، مش هيقعد يعني طول عمره في الفندق. وبعدين في الاول وفي الاخر دي مرته، يعني لازمها مطرح لحالها. ايه اللي بيدور في راسه؟ انا مش فاهم. ناوي يفصل نفسه عن جذوره؟ ما ظنيش يا عمي، ده حتى لو تهور وغلط وعمل عملته دي اكيد هيرجع اللي في دماغه وهيزهق من العسل اللي فاكر نفسه عايش فيه. توصل للجواز من واحده زي دي؟ لسه صغير يا عمي، لسه صغير. هي الكلمه دي اللي ودته في دهله. لسه صغير، كلكم بتقولوها. الكلمه دي اللي طلعته مايع، وفي الاخر القاه بيبيعني وعايز يقطع روحه عن ناسه واهله وعزوته. لا يا عمي، انا قلبي بيقول لي انه هيرجع ومن نفسه. وانا مش هستناه لما ينام في العسل ويفكر براحته. قول لي يا بدير، فرحات عمل ايه في الموضوع التاني؟ فرحات بيقول انه يعرف واحد اسمه فكري بيشتغل وكيل فنانين، كان بيشغل العروسه قبل سابق في الفنادق، وبيقول يعني انه في بينه وبين العروسه عشره وعشم. توصل للجواز من واحده زي دي يا شفيق؟ ادخل انت ريحي شويه يا مطلعت، وباذن الله عبد السلام هيجيب لنا اخبار، ومين عارف مش جايز نلقاه داخل علينا دلوقتي. يا رب، من خشمك لباب السما. معلش احنا تعبناك معانا قوي يا عم ابو هلال. ما تقوليش كده امال، ندمي عليا انت بس اول ما يظهر او تجيلك اخبار. حاضر. تصبحي على خير. وانت من اهل.
كنت فين يا واد؟ انطق. تتسحب وانا نعسانه في عز الليل وتطلع وتقعد نهار بطوله وترجع بعد العشاء وفي الاخر قاعد كده. قول لي يا واد انطق كنت فين؟ اقعد يا تفزعني وتخلع قلبي عليك وفي الاخر تقول لي اقعد ياما. تخليني ادور عليك في الشوارع زي المجنونه وفي الاخر تقول لي اقعد ياما. قلت لك اقعد وانسي الحديد يعني بخير قدامك. ما دام انت بخير يبقى لازم تقول لي كنت فين؟ ها؟ مصيبه جديده اياك. قول قول قول، ما تخافش عليا، ما انا خلاص اتعودت على الاخبار العفشه طول الايام اللي فاتت. كفايه وهدي، تعرفي كل حاجه. في ايه يا طلعت يا ولدي؟ ايه اللي حصل؟ زلزال هات كل حياتي وجاب عليها وطيه. زلزال؟ كفل الشر. ابويا الله يرحمه مات كيف يا ماما غوري؟ بتقول ايه؟ عجيبة. ايه اللي فكرك بابوك دلوقتي؟ بقول لك ابويا مات كيف؟ كأنك معرفش اياك. نسيت انه مات قدام عينيك وبين ايديك، وكان عمرك ايامها يجي 8 سنين، يعني واعي. يعني مات موتة ربنا؟ امال ايه يا ولدي؟ لا يا لا. انت كنت مع مين يا ولدي؟ قبلت مين وفتح معاك الحكاية دي؟ كنت مع شوقي زهران، تعرفيه؟ شوقي كأني كنت عارفة الاسم ده، مر عليا زمان قوي، ولما سمعت منك مرة ما جاش على بالي انه قال لك ايه الراجل ده؟ تعرفي قال لي ايه بالحرف؟ هي دي اللي كرهته ومش طايقه تسمع سيرته؟ دي ما صدقت انه خرج من الحبس من بلوته اللي كان فيها واتخطبت له في نفس اليوم. ايه للدرجه دي عشقاه يا جدع؟ خلاص بقى يا عم عطا، ضرس العقل نقح عليا، خف شويه. دلوقتي مش قادر تستحمل مني كلمتين؟ مش هو ده اللي اتمسح من دماغها وانت ما بتطقش تبص في وشه، وهتعمل لي فيه وتسوي، وهدخلك على ارض مفروشه حرير يا عم عاطا. يا عم انت هتفضل تنقرصني ليه بالكلام؟ انا مالي؟ ما كل حاجه ماشيه عكس الاتجاه. البت انا ماليش حكم عليها، قلت لك 100 مره. انا مش عارف الواد ده سحر لها ولا ايه؟ يعني ايه؟ الحكايه باظت؟ شامه راحت مني يا رزيق؟ يا ريتها راحت لواحد عدل، وانا محطوط ما بينك وما بين اللورد. انت من ناحيه حاطط لي ايديك في ميه ساقعه، ومن الناحيه التانيه اللورد مكتفني مخليني مش عارف اهوب من الواد ده. انا مش عارف حكايه اللورد طولت معاه ليه كده. معرفش، بس اللورد بيقول انه اتاكد ان الواد ده بريء من حكايه ضربي وسرقه البضاعه مني في جبل نعسه. بريء؟ امال هيكون مين يعني اللي عملها؟ معرفش، الموضوع ده مخرجني عن شعوري، مخليني هتجنن يا رزيق. انا مش قادر اصدق ان الواد ده زمانه دلوقتي بيضحك علينا وبيطلع لنا كلنا لسانه. هو ده اللي جاله بالحرف. هي دي المرزبة اللي خبطني بيها على راسي. بقيت ماشي في الشوارع حدت نفسي زي المخلول. معقول يكون اللي قاله ده حصل، وانا قعدت 30 سنة دايس على حق ابويا بعد الحادثة ومهمله. ابويا
أبويا اللي كان زينة الرجالة، الراجل الشريف اللي حكاويك عنه خلتني أعشق وآمن بيه. قلت نفسي لا ممكن يكون الراجل ده بيكذب لغرض في نفسه. لأن لو كان ده حصل كنت حسيت يا أم. قولي حاجة يا أم، قولي إن ده ما حصلش. طب لو ما حسيتيش لما مات كنت عرفتي من عينين الراجل اللي اتجوزتيه 3 سنين. قولي إن ده ما حصلش. قولي وأنا هروح لشوقي دي وأعرف هو لفق الحكاية ليه. ما عرفاش. تكوني شكيت يا أم، وشكك ده هو اللي خلاكي تطلب الطلاق وتاخديني وترحلي بعد ما أخويا مات. قولي حاجة يا أم، شكك بقى حقيقة بعد اللي سمعتي مني. قولي حاجة. دموعك دي بتفر ليه؟ اللي قاله لك الراجل ده حصل يا ولدي. حصل كيف؟ زي ما قال لك بالحرف الواحد. انت كنت عارف؟ عرفت اللي حصل لابوك بعد جوازي من جعفر ب3 سنين، وكان السكينة واتغرزت في قلبي، وما كانش قدامي غير ان اخدك واهرب لبعيد، بعيد قوي. وربنا قدرني يا ولدي وقدرت. عرفتي وسبتينا طول السنين دي نلف في بلاد الله ونكملوا عشان نوم ليه؟ نسيبوا أهلنا وناسنا وبلدنا ونتبهدلوا ليه؟ نسيبوا الراجل اللي عمل كده في أبويا متنعم ونهربوا؟ ليه ما قلتليش وانا كنت ادوجه من نفس الكاس اللي دوجه لابويا؟ ليه تكذب علي؟ كذبت علينا كذبة وعيشتينا فيها. قلت لله حرام عليكي، حرام عليكي. كان لازم ما اقولش، كان لازم احميك يا ولدي عشان تقدر تعيش. عايش كيف؟ زي البنت اللي امها بتخاف عليها لحد يشكلها زي ما ربطتيني طول عمرك؟ انا ربيتك احسن ربايه، خليتك راجل والناس كلها بتحلف بربايتك ورجولتك. انا مش راجل وانت السبب. ما كنتش اقدر اقول لك غير كده. ولو عايز تعرف انا عملت كده ليه، حاضر يا ولدي، هقول لك اللي حصل كله واللي ربنا قدرني ان استحمله طول السنين اللي فاتت. قولي كل اللي تعرفيه.
واللي كنت كل ما افتح سيرته تقفليها علي، وانا اقول خلاص سيرة سودة بلاش تقلب عليها المواجع. كفاية انها كرهت الراجل اللي اتجوزته دي، واكيد اتجوزته عشان تصرف عليك. قولي كيف بعد ما كنت عايشة مع راجل كامل مكمل زي الملاك ماشي على الأرض زي ما كنت بتوصفي لي، كان راجل يعرف معنى الرجولة بحق، تربطي نفسك بالسافل ده بالعفش ده؟ كانت فين عينيكي؟ كان فين عقلك الرزين اللي بحلم بيه طول عمري؟ مسح. كان فين عقلك لما غلطت الغلطة دي؟ ما تحاكمنيش، ما تحاكمنيش يا ولدي دلوك، الله يخليك. انت ما عارفش حاجة. ما عارفش ايه؟ ما عارفش ايه؟ الشيطان بتبقى صورته باينة زي الشمس، كان لازم تشوفيه، تحسيه، تشميها في ريحته العفشة. الشيطان يا ولدي ما بيبانش لحد، بيتلون ويتخفى، وإلا ما يبقاش شيطان. يا ابوي يا ابوي، كنت شايفك دلوة كنت بتصرخ قدامي. قولي يا قولي كل الحقيقة، ما نقصش كلمة. بعد موت أبوك لف علي جعفر العرباوي بحجة إنه عايز يساعدنا أنا وإنت. صديته كتير ورفضت مساعدته أكتر. قضيت كام شهر بعدها أنا وإنت في عذاب، عشان كان صعب ألقى شغل وقتها في البلد، ومش قادرة أطلب مساعدة من أهل أبوك اللي عايشين على كدهم، ولا من أهلي اللي كان فاضل منهم 2 اتجوزوا وسافروا. وفي يوم لقيت جعفر قدامي بيطلبني للجواز، ويقول لي إن ده يوم المونة بالنسبة له. قلت له أنت متجوز ومرتك طبعها حامي. قال لي إحنا ما بنعملوش حاجة غلط ولا بنخالفه شرع ربنا. فكرت كتير وحسبتها كتير، وفي الآخر يا ولدي اضطريت أوافق، بس بشرط إنه يعاملك زين ويحطك في عينيه زي ما تكون عيل من عياله. وعلى كد قوة إجلال وطبعها الناشف ما قدرتش تمنع جعفر من تنفيذ اللي في راسه. كل اللي صممت عليه إنه ما ياخدليش بيت تاني، وإن جوازي يتم في بيتها وقدام عينها. ووافق جعفر، وافق عشان كان في مصالح كتير بينه وبين أبوها أياميها. ومن ساعة ما خطيت برجل عتبة بيتها وهي عرفت تعيشني صح نار جهنم الحمراء، خصوصي بعد ما خلفت أخوك وشافت الفرحة في عينين جعفر. كان عايز يشن من على الأرض شيل، وكانت الفرحة عطفت من عينيه بعد ما جبت الواد وبقيت أم الواد. سكت ليه؟
أنا قلت لك عايز أعرف كل حاجة. ده أنا شفت معاها أيام سودة أسود من قرن الخروب، وياما مسكنا في خناق بعض، وكل ده بسببك انت. كانت عايزة تشغلك ولا الخدامين، وكانت أول ما تشوف جعفر داخل علينا تحضني وتبوسني وتقول حمدية دي أختي ولا الأخت الشقيقة والله. وكانت تصمم تاخد أخوك ينام في مطرحها بحجة إنه لازم يقرب من إخواته البنات ويتعود عليهم، وجعفر كان يطوعها ويسمع كلامها. وابتدى جعفر يكشف عن وشه الحقيقي في معاملته معاك، لحد ما بقيت أحس إنه هو بيشوفك زي ما تكون غريمه. وجالنا جعفر في يوم وقال إنه مسافر في رحلة طويلة رايح الشام، وحيقعد هناك 2-3 شهور، وكان أخوك يا دوب مكمل 2 سنين. ومسكنا في بعض أنا وإجلال كالعادة. هي مصممة تاخد الواد في مطرحها ينام مع أخواته، وأنا راسي وألف سيف. الواد ما يفارقنيش ولا دقيقة واحدة طول ما أبوه غايب. وتعصب جعفر وحلف إنه ياخد الواد معاه السفرية دي علشان يفض الخناق اللي بينا. ولما عرضته هب فيه وشتمني وقال لي أنا مش عاجبني لازقة الواد فيكي، ومن دلوقتي هاخده معايا في كل مكان عشان يبقى راجل. وخد الواد معاه وسافر. تليفون مقفول. طالما والدته ما اتصلتش بيكي يبقى اكيد رجع وقفل التليفون ونام. قلقانه، مش عارفه ليه مش مطمنه كده. انا بفكر اعدي عليه. تعالي هنا اقعدي. انا مش فاهمه ايه لازمته القلق ده كله. خطيبك راجل مش عيل صغير، وبعدين الاصول بقى بتقول ان هو اللي لازم يجي يزورك بعد الخطوبه. اصول ايه ياما؟ احنا مفيش بينا الكلام ده. وبعدين انت عارفه ما نفكرش بالطريقه دي. لا لازم تفكري يا بنتي يا خايبه. حبيه انما ما ترخصيش نفسك. وبعدين قريب قوي انت هتبقي مسؤوله عن بيت. اقول لك تعالي البسي ونروح نتمشوا على البحر شويه. يلا قومي بقى البسي يلا. لحد ما جه اليوم اللي شفت فيه سليم مكي، الراجل اللي كان بيشتغل مع جعفر ودراعه اليمين. شفته هو جاي لإجلال بيمد يده وبيطلب مساعدة لحد ما يرجع جعفر من السفر. هبت فيه وطردته وقالت له انت وش المصايب. صعب علي الراجل الغلبان، كانت حالته صعبة قوي. رحت له واديته اللي فيه النصيب عشان خاطر بنته إحسان اللي كنت بحبها قوي، وعشان الحالة الصحية اللي كان هو فيها. سليم مكي، اليد النجسة اللي اتمدت على أبويا وسمته بتكفيه، بتكفي القاتل النبل. ما كنتش أعرف حاجة لسه عن المصيبة اللي عملها. وبعديها ب10 أيام جاتني بنته إحسان وقالت لي إن أبوها عايز يشوفني ضروري. ورحت له أنا وبنته مطرح، وأول ما دخلنا عليه قال لي بنته اطلع يا بنت هاتي لي كوباية مية. وأول ما طلعت قال لي إنه هو خلاص هيموت وإنه هيقابل رب كريم. وقال لي كمان إنه عنده سر عايز يقولهولي علشان يخلص ضميره من ربنا. قلت له قول. قال لي المصيبة اللي عملها، قال لي إنه نفذ أوامر جعفر
ودس السم لابوك شحاتة في الوكل. صرخت ومسكت فيه، ما بقيتش عارفة أعمل فيه إيه وهو نايم في فرشته. كنت عايزة أقتله، أخلص عليه بإيديا دول، ولقيت نفسي ماسكاه وبهز فيه وما وعياش إن إجلال دخلت عليا هي ورجالة جعفر وقالت أها في فرشته واتهمتني فيه. والمصيبة إن الكل صدقها وأمن على كلامها. كل ده حصل وانا ما عرفتوش. محدش قالك يا ولدي عشان كنت صغير، وانا رموني في مطرح عفش جنب البيت. قضيت 3 أيام في عذاب وتحت حراسة لحد ما قدرت أم إبراهيم تدخل لي. كانت ست كبيرة من الشغالين اللي كانوا هناك، كانت تحبني عشان عارفة قديه أنا مظلومة وقديه إجلال كانت مفترية عليا. اتحايلت عليها إنها تجيبك ليا وجابتك لي عشان أشوفك. وفي نفس الليلة فتحت الباب علي أنا وإنت، وكان الحارس نايم في سابع نوم. ساعتها ربنا قدرني وقدرت أهرب أنا وإنت، وهربنا وحمدت ربنا إن كل ده حصل قبل ما يرجع جعفر من السفر. ايوه فاكر اليوم ده لحد دلوقتي. كنت راكب جارك في القطر في عز الظلمة، وقلتيلي انك سبت البيت عشان اتطلقت من الراجل ده. انا فرحت، سألتك على اخويا قلتيلي انه مات. من النهارده انت مالكش اخوات، مش دي اللي قلتيه؟ ما كانش قدامي حل غير استنى، انت لسه ما طلقتيش منه لحد دلوقتي. هيبعت لك ورقة الطلاق ازاي وهو كان مسافر وما عرفش اللي حصل؟